ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض ساندوتش التحفة دوت. فطار لذيذ وصحي وهيشبعك جدا، خصوصا ان احنا عاملين العيش ده في البيت وانا عاملاه. لو عايزة تشوفيه اتفرجي على الفيديو اللي قبل ده، هسيبلك الفيديو في الديسكريبشن بوكس، خشي شوفيه واعملي لي كمان لايك. يلا نبدأ. هنجيب كده بضاية، سوري على القشرة اللي وقعت دي، انا شلتها على فكرة. هنحط بقى البضاية كده شوية ملح يكونوا قليلين لان احنا هنحط جبنة، وهننزل بقى بالخضار. انا حبيت احط فلفل وشوية جزر كده، محبتش احط طماطم بقى تغيير. وهنجيب بقى الطاسة بمعلقة زيت زيتون، هنسخنها عشان اول ما نحط البيضة كده تستوي على طول. وعلى طول على الوش هنحط الرغيف اللي احنا عملناه. بعد كده اول ما تستوي نقلبها، وبعد كده نحط الجبنه الرومي، اي جبنه بقى عندك حطيها، جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، جبنه تشيدر. على فكره الجبنه الرومي والجبن كلها مسموحه في الدايت بس بكميات قليله. هنقفل بقى الرغيف وهنسيبه شوية عشان يتحمص، وبعد كده نقلبه على الجنب التاني وخلاص. الساندوتش معانا خلص. قطعت كده شوية خيار وزيتونتين. عايزة اقولك ان الساندوتش، تبص الجبنة بتبظ وتلز، وانا بموت في الجبن اصلا. الساندوتش كان طعمه رهيب بجد. ووصفة العيش دي هتعجبكم قوي وهتشبعكم جدا. ما تنسيش بقى تعملي لي لايك وتعملي لي فولو على الانستجرام. باي باي.